تفضل أخوي حيدرة، بارك الله بيك. بارك الله بيك. ترى على حسب يعني نوع الصنف اللي داخل الشيعي، فعلى حسب إذا قالك بارك الله بيك هذا يمكن يكون ماربور أو شو اسمه هذا، ولا الثاني هذا اللي يسمونه بقاط وسب. إذا كان بعد هذا النرجيلة واضحة مثل هذا اللي شرق وبغى يموت علينا أخونا الفاروق، شفتوه يا أخواني إذا التسجيل عندكم، كح بغى يموت والله جاب يموت كله من التدخين. سأله سؤال بلا 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 بلا، قلت أعوذ بالله ايش في هذا؟ والله أنا قلت الظاهر تخنزر، أنا قلت الظاهر صابته انفلونزا الخنازير سبحان الله. وحتى أنا قلت يا شباب الحقوا موت مباشر، الحقوا في غرفة أنصار آل محمد أول مرة تحصل موت مباشر لأحد الأشخاص الشيعة لأحد المحاورين. أثاري ما في شيء، هو مدخن والظاهر وهو قاعد يشرب الظاهر الجمرة دشت بخشمه أو بلع لحميته بالغلط. مو يقول لك اللاعب عض لسانه، هم لا عندهم كنت تعض اللحمية. والله ما أدري ايش قاعد تقول، لكن يعني جاوبني على سؤالي، من أفضل الزهراء، من أعلم الزهراء أم جعفر الصادق؟ لك المايك. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنت مو الآن قلنا لك هذه المعايير لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. حول الله يرحمه يا أخوان، كان ولد طيب خوش ولد صراحة للأمانة، ما كان يسب. هذا يا أخواني شيعي غص في لحميته ومات الله يرحمه. قايل لكم سوى عملية ليزر الآن، تطور العلم ليزر الله يرحمه، كان خوش ولد والله. مات أخوي زين. متى الدفان؟ الله يرحمه أخوان. أول مرة شيعي يموت في غرفتنا. أحيانا هم أحيانا يتظاهرون بالموت، لكن فعلا أول مرة يموت بحق وحقيقي. لأن دائما الشيعي تعطيه سؤال تقول تفضل خذ المايك يسوي نفسه ميت، يجي أخونا الكرار ينغزه على جنب يقول لك قمع الساك الوهم اللي يقوم. هالمرة لا مات، هالمرة مات جد يعني فعلا. سمعتوا يا شباب؟ هذه آثار التدخين، هذه آثار الظاهر. أنا أعتقد كان بيطلع الدخان من خشمه فطلع الدخان من أذانية وشرق الظاهر. أنا أعتقد هالشكل، يمكن سيسوي فيه حركة يهايط على بنا راهي وحوار وكذا، وقاعد جنبه رفيجة مثلا يبورينا راهي يعني هذا ذولا وهابية يا بنا يا أوريك شلون هاي أحشر الوهابي ما أخليه يجاوب. أنن بالزقارة فغص فيها وشرق ومات الله يرحمه. إذا مات مسلم إن شاء الله ولا الله لا يرحمه إن شاء الله.